بالنسبة لمرضى السكري إذا سنيوشا أطبيب نسن الرخصة حماد الزمن خلال شهر رمضان يخصها تحافظ خصتان الشروط. الشرط وسام زوارو هو أنه وفاق الاحتياجات النسن اليومية ديجن العديد من الوجبات حماد جنب التغيرات دي نسب السكر قدام. الشرط ويستناين دي الوجبة الإفطار أتسهل كنجن 4 نتي حبان ثيني جايشتن ثلاثة أكيجن الكاس نوامان أكي صانين المكسرات لأنهم غنيين الدهنيات لأنه وخا ثيني ديس الألياف ولكن السكر ثيني تري سريع الامتصاص خويني تركيبا الدهنيات الصحية أك سكريات تبطأ الامتصاص السكر. النقطة ويستراثة هو أنه الوجبة النغ أتيري متكونة البروتينات شنو يسرمان يزيد النغ القطنيات الكربوهيدرات يعني السكريات معقدة شنو بطاطا حلوة أغرومسي من ديال النغ الأرز البني نغ بسمتي الدهنيات الصحية شنو الزيتون والألياف يغنف ديال الخضروات وإما على شكل سلطة نيئة نغ الخضروات موانت لأنه التركيبة تعاون نحافظ خنيسة بن السكري قدام. الشرط وسابعة هو أنه جنب الأغذية غاس مؤشر نسبة السكر مرتفع شنو الشباكية البريوات الجوز المقروط العواصر المنزلية نغ اصطناعية مشروبات غازية أغرومة شمرار مسمن نغ الحشاش الدقيق الأبيض. الشرط رقم 5 هو أنه دي الوجبة الإفطار غاس نتيريجن التركيبة متكونة البروتينات الدهنيات والكربوهيدرات نغ سكريات معقدة على سبيل المثال يوغورت طبيعي بدون سكر شوفان أغرمس الدقيق نمندي نغياذن ثيم الجارين مكسرات. والشرط الأخير هو الاستهلاك آمن السوائل سيزن الكمية كافية حمال جسم النغ ويتيذي في بوديج الحالة الجفاف.